بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. دي قماشة زي ما انتم شايفين كده، قماشة فسكوز. والفيديو ده بجد حيرني. القماشة دي حيرتني جدا لانها زي ما انتم شايفين كده مكسرة، واكنها لا مؤاخذة يعني طالعة من بق كلب زي ما بيقولوا كده. دي كانت 3 متر، بس بعد ما اتغسلت بقت 3 الا ربع. فحيرتني اكتر في القصة اللي انا هعملها دلوقتي، فخليكم معايا ان شاء الله. هنشوف احنا هنعمل ايه. احنا هنا طبقنا البورسون على البورسون العرض بتاع القماش، وبعد كده خدنا 40 سنتي في 40 سنتي وهنقصه، عشان ده هيبقى الكورنيش بتاع الموديل اللي تحت. هيبقى زي الموديل ده بس ما عدا الحزام او الاستك، يعني هيبقى حته واحده كله وكورنيش من تحت، والكم هيبقى فيه بومبي واستك. تمام. احنا دلوقتي قصينا الكورنيش، وبعد كده هناخد الطول على نفس التطبيقه بتاعتنا. هناخد الطول احنا عايزينه. ده هنعمل الطول بتاعه 105، وهنكمل الطول 145 بقية الكورنيش اللي احنا عملناه. يعني الطول كله 145، هناخد هنا 105، وبعد كده هو طول وبعد والكورنيش 45. تمام. احنا بناخد هنا وهنعمل هنا الجزء اللي احنا علمناه، هنعمله بطريقة الايد والرجل. بنسيب الطرف اللي احنا قصينا منه، بناخد هنا الطول اللي احنا عايزينه، وبعد كده ناخد نص عرض الكتف زي ما انتم شايفين، وناخد حردة الرقبة ونميل الكتف 3 سنتي، وهننزل 22 حردة الجيرو، وهناخد ربع الوسط، ربع الصدر. هناخده هنا بقى احنا عاملينه من الناحية المفتوحة عشان هيبقى فيه خياطة في الظهر. احنا كده بنعمل الظهر، فهناخد طول الوسط وبعد كده طول الجناب. طبعا انا في المقاسات بتاعتي بسيب 2 صباع من حساب 2 سنتي، يعني هنا عاملاه هنا 27 عشان الوسط اصلا 25. تمام. وهنعمل هنا دوران اكبر حجم، هنخليها 33 او 32 عشان الزياده بتاعت هو كان 30 بس، هنزود 30 سم عشان الخياطه بتاعت الخياطه اللي بتبقى من ورا. تمام. وهنوصل النقط ببعضها كده عشان كده يعتبر خلصنا. وهنعمل الاربعة سنتي بتوع الخياطه. على فكرة أنا جربت أطبق القماش على الربع، يعني أطبق البورصة على الناحية المقفولة وأعمله القص اللي هو الأمام والخلف، وأقصه مرة واحدة لقيته مش هيقضي معايا مسافة الخياطة الخياطة. المسافة الأربعة سنتي ما مش موجودة، فعشان كده عملتها لجأت للإيد ورجل. وعشان كده بقول لكم إن القماشة كشت وقلت، وكده كده هي عايزة فيها تفاصيل كتير، فهيأثر معانا في الكمام. فهنعملها بطريقة حلوة ومش باينة. والقماشة دي على فكرة تايجر يا جماعة. بمعنى ايه؟ ان هي مشجرة، فالمشجرة ما بيبانش فيها خياطات او توصيلات او حاجة زي كده. الكلام ده لو هي سادة هيبقى اي قصة فيها او اي حركة بتبان في السادة. تمام. احنا قصينا اهو الخلف، وهنيجي نقلب القماش ونحط الخلف كباترون على الجزء من فوق كده. هنبتدي نظبط الخلف كده، هنزحزحه من فوق لتحت لغاية لما يبقى على قد المقاس اللي انا قصاه كده زي ما انتم شايفين. الوسط حتى عند الوسط بالظبط اهو، الحتة اللي هي اللي عند الوسط وحارة الجيرو بالظبط كده. انا هظبط القماش وبعد كده ابتدي اقص على طول. عايزه اقول لكم ان القماشه دي بسبب قله الامطار بتاعتها او قله القماشه، خلتني استغل كل قطعه فيها بقصها. وده اللي خلاني اللي انا برضو هلاقي الكم هعمل فيه فكره، لان انا لقيته ضيق. هي كده كده كانت عايزاه بومبيه، الجزء اللي هو في نص الكم. فخلتني ان انا اي قصقصه استفيد بيها واعملها. انا كان ممكن ان انا اعمل الكم من غير من ورا الكاميرا، اللي انا اعمله كم ويبقى خلاص عملته استك وخلاص، وبعد ما الزق فيها القطعه اللي انا عايزاها. لا، انا قلت عشان تستفيدوا لو حاجه صدفتكم فيها قله قماش او حاجه زي كده تعرفوا تتصرفوا. تمام. انا دلوقتي قصيت وبعدين شلت الامام والخلف من على بعض، وعملت التعديلات بتاعتي اللي هي حرز الجيرو والكم، حرز الجيرو والرقبه، وعملت فتحه للمرد والحته اللي فوق الكتف اللي هي السنتي ونص اللي انا بشيله في الامام عن الخلف. دلوقتي ببص بقى الحيره، الجزء ده اللي باقي من الطول، والجزء المربع اللي على جنب ده اللي ايه، اللي كان في اول القصه بعد ما قصيت الامام من فوق عشان اظبط الامام على الخلف على الامام. انا دلوقتي ده هعمل الجزء الكم اللي فوق. انا دلوقتي قست الطول اللي انا عايزاه، بس من تحت مكان ما بعلم كده دي قليله شويه،
فانا قست العرض بتاع الكم لقيته مظبوط، فانا هقص وافصل على طول، وهعمل الكم اللي هو الفوق الكوع من فوق اهو. بصوا لقيته من الناحيه التانية دي قصيره شويه، فانا هستغلها في اول ترمبه الكم، يعني كده هستغلها كده اهو بالمنظر ده كده اهي، واعمل علامه الفرد. وبرضو هسوي القماش من على الطرف هنا عشان ملوح شويه كده. خلصنا ايه الجزء اللي فوق. طبعا هاخد ده على ما فيش كده. الجزء اللي انا كان مركون ده وانا هعمله بالمنظر ده كده، هعمله كده. والحته الزايده اللي هي من ناحيه الناحيه المفتوحه دي اللي هتتكشكش في القماش. فطبعا انا جبت القماشه دي، كنت انا بفكر ان انا اعملها اسوره يبقى زي الكم اللي انا لابساه ده كده، هعمله اسوره. بس في الاخر لا، انا يعني قلت هوصله توصيله في الكم، وهو ده كده مشجر مش هيبان فيه التوصيله، واعمله استك زي ما صاحبه القماشه عايزاه بالظبط. الاول انا بكشكش كده الجزء اللي هو البومبي ده، بكشكشه من غير الدواسه بطريقه الايدي اللي هي الكشكشه العشوائيه. بعمل الاتنين، وبعد كده انا هبتدي ان انا الزقه، هعملهم على قد الكشكشه، على قد فتحه الكم اللي انا عاملاها بالظبط زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. لو سمحتوا فضلا وليس امرا، اللي وصل لحد دلوقتي معانا في الفيديو ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد، ويوصل لكل اللي على اليوتيوب او اللي بيتفرج الاشعارات بتاعه القناه عندي. وانا مش بقول لكم كده عشان الارباح ولا الكلام ده، لا، انا عشان القناه عندي وقعت وممكن اليوتيوب يلغيها، فانا عايزه ابقى موجوده على الساحه بحيث ان انا اي حد يستفيد من مهنه الخياطه دي، وانا عاملاها لوجه الله. جه من ما جاش خلاص مش مشكله، بس يكون موجوده على الساحه، يقدر حد يفتح اليوتيوب يلاقي حاجه يتعلم عليها. وبالذات ان انا اصحابي او زبايني لما بيجوا بقول لهم يا جماعه لو بيكونوا عايزين يتعلموا وانا ما عنديش وقت وهم عايزين ان انا اعلمهم، بقول لهم ادخلوا على القناه هتلاقوا فيها كل اللي انتوا عايزينه كده. فيا ريت يعني ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد باذن الله، واشعاراتنا توصل لناس كتير تعرف تستفيد ويجعلوا في ميزان حسناتنا وحسناتكم باذن الله. دلوقتي انا بخيط الخياطه بتاعه الظهر بتاع الخلف. الخياطه اللي كانت مفتوحه بقفلها، وبعد كده بجيب بقى الامام، اروح انا عملت المرد كده وشقته من تحت المثلث اللي انا عملتها في كذا فيديو قبل كده، وان شاء الله هدور لكم على الفيديو اللي انا عامله فيه الطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، واحط لكم في صندوق الوصف ان انا بعمل المرد دي بطريقه سهله جدا عن الطريقه التقليديه اللي كنت انا بعملها قبل كده. بجيب شريط كده اللي هو المرد بيبقى طوله طول الفتحه يمين وشمال مع بعض، يعني لو المرد 20 سم بعمل الشريط 40 سنتي، واعمله على طول كده واعمل وامرره من الفتحتين بتوع الشق الصغير اللي هو المثلث بالمنظر ده كده اهي. وهي بصراحة سهلة وبتدي شكل جميل في الاخر. المرد من تحت بيديهالك زي المثلث الصغير كده. طبعا هي القماشة مشجرة مش هتبان فيها قوي، بس انا برضو هحط لكم الفيديو هيبان فيها انا عاملاها ازاي اهو بالمنظر ده كده اهو. هي هتبين المرد في الاخر طريقة تشطيبه ازاي. وبرضو كان نفسي ان انا احط ليه زراير هتبقى غامقة عشان تبين ان ده مرد في الاخر، بس انا صورته لكم وهو لسه صاحبته لسه ما قاستهوش. تمام. بعد ما خلصت المرد وخلصت الشغل اللي قدام واللي ورا في كل جزء، فانا دلوقتي بلزق الاتنين مع بعض اللي هو الكتاف، بلزقهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. دلوقتي بقى أنا بعمل الكم، بجيب اللي هو الفرد اللي أنا عاملاه على خط النص بتاع الخياطة بتاعة الكتف، والزقهم الاتنين مع بعض. ده مش محتاج لا كشكشة ولا تشريب ولا أي حاجة، الكم على قد الكم بالظبط. هو في شغل وكده كده مشجر فمش هيبان فيه اي قصه، يعني انا الناس جايبالي وان شاء الله ربنا يسهل واعمل الفيديو على القماشه اللي انا بقول لكم عليها دي مشجره، وحيرت صاحبتها وحيرتني ان هي عايزه تعمل فيها قصه. قلت لها المشجر ما بيبانش فيه اي قصه، قليل لما تلاقي فيه قصه الا اذا كان مثلا تطعيم لون ساده بمشجر. فعشان كده الساده بقى انت بتعملي فيه اي خطوه بسيطه بتظهر فيه، لكن المشجر لا. تمام. انا دلوقتي بقفل الجناب وسبت مسافة في اول الكم مفتوحة. انا عملت من عندي الخياطة اللي هي البومبي، خيطته ولزق الجناب مع بعض عشان لسه هعمل فيه
التوصيله واعمل فيه الاستك. تمام. انا دلوقتي هنا اهو بعمل برضو الكورنيش اللي تحت. طبعا انا عامله 40 سنتي في العرض بتاع القماش، فانا ال 40 وال 40 بفردهم على بعض واخيطهم من خياطه من الجنبين، والخياطه من الجنبين دي معموله بورسون، فعشان كده دي مش محتاجه تتعمل ان هي ايه اوفر ولا حاجه. فبلزق الجنبين وابتدي اعمل فيهم ايه بقى، ابتدي اكشكشهم بايديا الكشكشه العشوائيه عشان اركبهم في الطرف بتاع الجزء الفستان اللي هو الجزء اللي فوق اهو. زي ما انتم شايفين كده سهله جدا على فكره، للي ما هي ما عندهاش دواسه الفرنس بتاعت الكشكشه ما فيش حاجه تصعب عليكي، واعمليها كده بطريقه عشوائيه، واكيد برضو بالمنظر ده هتبقى اهي. واكيد برضو كان برضو بعملها ما جاتش من بسهوله، لا انت جربي مره واتنين لغايه لما تبقى ايديكي تاخد عليها. دلوقتي انا كشكشته خالص، واجي بقى طرف الخياطه من التوصيله اللي هي من الجنب اخليها على جنب الجزء اللي فوق، يعني الخياطتين هيبقوا مقابلين بعض زي ما انتوا شايفين كده، اوصلهم من بعض. ليه بقى؟ عشان وانا بخيط كده ابتدي من عند اول خياطه، ابتدي كده عشان اوزع الكشكشه، ما يبقاش مثلا كشكشه في حته كتيره والكشكشه في قليله في منطقه تانية. فانا كده بثبت الكشكشه على الفستان، الطرف بتاعه من عند الديل، وادي كده خلص اهو. يبقى بالمنظر ده كده الكشكشه زي ما قلت لكم هو مش واضحه قوي في المشجر. طبعا ما فيش بعد ما ركبنا الكورنيش ما فيش غير ايه الحوض دلوقتي اللي هو الرقبه، انا بعمله بيه عادي مش محتاجه، لان يعني هي قالت عايزاه حوض زائد ان هي لو حتى عايزاه نص دقيقه ما كانش هيتبقى، لان القماشه دي كانت بالظبط زي ما انتم شايفين كده. بعمل شريط، فانا بشد اهو، بصي بشد البيده اللي هو عامله من القماشه، لان الفسكوس دي فيه نسبه لكره شويه، فانا بشدها عشان تضم لي الرقبه شويه، واجي على الطرف كده اعمل الشريط بزياده معايا، واجي عند الاخر لقيته زياده قوي اروح انا قصاه، واجي كده اتني الحرف من الاخر واعمله. اجي بقى اديله، لازم اعمل ايه الوش في ظهر، يعني وش الشريط اخليه على الظهر واخليه هو من فوق واشده، عشان لما اجي اقلبه يبقى انا الخياطه اللي الاقيها مظبوطه تبقى هي في وشي اللي هي وش الفستان. زي ما انتم شايفين كده اهو شكلها حلو ومستقيمه كده، والخياطه مظبوطه على الشعره. ها بقى الكم بقى اللي انا بقول لكم عليه التوصيله. انا دلوقتي هوصل، جبت قطعتين كده طوال على قد فتحه الكم اللي هي المفروض كانت هيبقى فيها استك، فانا هوصل الاتنين كده كل قطعه في فرده من الكم، واعملها اوفر، واتني بقى الحرف بتاع القماشه بص مع الكاويه، ومع كده مش هتبان مع التشجيره خالص، وفعلا ما كانتش باينه. اتني بقى، شوف انا عندي الاستك عرضه قد ايه، واتني على قد عرض الاستك سواء الرفيع او العريض، اتنيه وبعد كده ادككه واقفل الكم تاني، ويبقى كده يعتبر ايه الفستان خلص. مفيش غير ان انا اتني من تحت الديل بس، وهو بالمنظر ده كده وادككه بالاستك. انا جايبه استك عريض عشان يديله شكل جمالي حلو، وانا هو طويل شويه وكان محتاج بتاع 3 4 سنتي قبل ما احط التوصيله دي، فانا حطيت التوصيله وعملت حساب الزياده بتاعه الاستك، فعشان كده حتى لو هو طويل عليها شويه البومبي ده عايز اللي هو يبقى طويل شويه عشان يبقى مع الوسع بتاعه يبين الضيق بتاع الجزء اللي فوق من الكم. انا كده يعتبر احنا ايه قربنا نخلص اهو. ده انا بقفل الكم، الحته المفتوحه اللي انا كنت عاملاها سايباها عشان الزق فيها التوصيله، وادي الكم بالمنظر ده. بصوا بجد بجد ما كانش مش باين فيه التوصيله خالص اهي. ايه رايكم؟ يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه وتقدروا تستفيدوا، وما تنسوناش باللايك وكومنت محفز عشان يوصلكم كل اشعاراتنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله. هو ناقص له بس ان هو يتحط له استك او حزام ويبقى كويس جدا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.